ما ينفعش تكوني متابعاني ولسه بتشتري الكنافة بالمانجا في رمضان، عشان احنا بنص كيلو كنافة بس هنعمل كل الكمية دي من الكنافة بالمانجا. هاتيلي نص ساعة من وقتك وتعالي نحضر أحلى كنافة بالمانجا. عندي نص كيلو كنافة، والكنافة دي متفرزة، وتفريز الكنافة يخليكي تفركيها بسهولة. باخدها في صينية فرن، مش هحط عليها ولا سمنة ولا سكر ولا أي حاجة دلوقتي. بدخلها تحت الشواية مع مراعاة ان انا كل دقيقة بفتح عليها بقلبها تقليبة وبدخلها تاني لحد ما تتحمر وتاخد اللون الذهبي. ناخد بالنا انها بتتحمر بسرعة جدا، فما نسهاش عليها ولا ثانية. بعد ما باطلعها من الفرن باحط لها معلقتين سمنة بلدي صغيرين، ومعلقتين أو 3 سكر بودرة، وباقلب كويس، بس للأسف لقطة السكر ما اتسورتش. وبكده عندي الكنافة اتحمرت بأقل كمية سمنة، وبقت خفيفة عن اللي بنحمرها بسمنة كتير. بعد كده باحضر طبقة الكريمة. عندي كوباية ونص من الكريم شانتيه الخام، عليهم كوبايتين 2 من عصير المانجا البيوريه. طبعا عصير المانجا عليه السكر بتاعه، فانا مش هحط سكر تاني خالص. بخفقها بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقايق تقريبًا، لحد ما القوام يبقى كريمي ويتضاعف حجمه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا لون الكريمة بيكون مصفر شوية عشان عصير المانجا، والنكهة بتاعتها بيكون طعمها مانجا. بنجيب بقى أي صينية، صواني بايركس أو العلب الأكريليك دي اللي بتتباع في محلات بيع مستلزمات الحلويات، بتبقى مخصصة للحاجات اللي زي دي. باخد أول حاجة طبقة من الكريمة، حطيت الكريمة في كيس حلواني، وبعد كده حطيت طبقة من الكنافة. أنا ما بسقسقهاش بشربات ولا بأي حاجة، باكتفي بالسكر اللي عليها علشان بس ما تشدش وتعضم. بعد كده باعمل طبقة تانية كده من المانجا، وطبقة من الكريم شانتيه حواليها، وباساوي الطبقة وارجع اعمل طبقة تانية من الكنافة، وهكذا كده لحد ما اخلص. وممكن تبدأي الطبقة اللي تحت خالص تبقى تبدأيها كنافة، وبعد كده تعملي الكريمة فوقيها براحتك خالص، مفيش اي مشكلة. ممكن تستغني عن طبقة المانجا اللي في النص وتعملي الطبقة الخارجية بس. اهم حاجة ان اخر طبقة كده بتكون فوق هي طبقة الكريم شانتيه، بنفردها كده بسباتيول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله، نص كيلو كنافة وكوباية ونص من الكريمة عملوا معايا 4 علب من الحجم ده. الحجم ده كبير على فكرة، مقاس الواحدة تقريبا 20 سنتي، يعني اللهم بارك عملت كمية كويسة قوي. وبصوا ترتيب الطبقات شكلها حلو قوي. بعد ما خلصنا الكمية قدامك بقى اختيارين: يا اما تعملي روزيتات كده بالكريم شانتيه على جناب الصينية، يا اما تاخدي المانجا على بعضها وتحطيها من غير ما تعملي الاطار ده. عندي المانجا دي اللي كنا مفرزينها مع بعض قبل كده، مقطعاها مكعبات. باحط عليها بقى يا إما جيلي تلميع، يا إما معلقتين 2 عسل أبيض مدوباهم في الميكرويف ومقلباهم مع المانجا. فايدة العسل أو الجيلي بيحافظ على لون المانجا وبيخلي لونها كأنها لسه فريش من غير ما لونها يغمق. آخر حاجة باحط رشة فستق، وبتطلع معايا بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى الجمال. ما ينفعش تكوني متابعاني ولسه بتشتري الكنافة بالمانجا في رمضان، عشان احنا بنص كيلو كنافة بس هنعمل كل الكمية دي من الكنافة بالمانجا. هاتيلي نص ساعة من وقتك وتعالي نحضر أحلى كنافة بالمانجا. عندي نص كيلو كنافة، والكنافة دي متفرزة، وتفريز الكنافة يخليكي تفركيها بسهولة. باخدها في صينية فرن، مش هحط عليها ولا سمنة ولا سكر ولا أي حاجة دلوقتي. بدخلها تحت الشواية مع مراعاة ان انا كل دقيقة بفتح عليها بقلبها تقليبة وبدخلها تاني لحد ما تتحمر